السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عاشورا. النهاردة ان شاء الله هنعمل عاشورا مع بعض تجنن، طعمها وهمي كده وكريمي وجميلة جدا جدا، وكمان سهلة جدا جدا جدا، يعني اي حد هيعرف يعملها. بصوا شكلها بقى جميل ازاي، تحفة يا بنات، والله تحفة وكريمي كده وغنية وجميلة قوي قوي. اهم حاجة يلا اعملوا لايك للفيديو، واللي بيشوفنا اول مرة ما ينساش يعمل لنا سبسكرايب للقناة ويفعل الجرس ويدوس على كلمة الكل علشان يظهر له كل جديد مننا، وما ننساش الشير طبعا. بصوا شكلها تحفة بقى ازاي، وطعمها وهمي بجد. يلا بينا ندخل على المقادير. انا عندي هنا كيلو من قمح البليلة. كل اللي عملته فيه اني غسلته كويس جدا جدا ونقعته من بالليل لغاية تاني يوم الصبح، وبعدين جبت حلة كبيرة على النار وحطيت فيها 2.5 لتر من المية. لما غليت نزلت فيها القمح بتاعي بالشكل ده. هديله تقليبة كده، وهو طبعا على عين كبيرة ونار عالية جدا. اول لما يبدأ يغلي هيطلع ريم كده ابيض على الوش. الريم ده بقى احنا لازم نشيله. احنا بنحاول معاه، هو بيتبقى منه كده بسيط، بس احنا بنحاول على قد ما نقدر. بصوا اهي لما تغلي بقى بالشكل ده ونشيل الريم، نحطها على عين تانية صغيرة ونهدي النار عليها خالص خالص لغاية لما تستوي. بس كده. بصوا هي هنا بقى كده استوت. انا طبعا معرفش هي بتاخد وقت قد ايه، بصراحة عمري ما حسبت لها ساعة يعني. انا بسيبها، لكن كل شوية ببص عليها اديها تقليبة كده من وقت للتاني. بس كده. طبعا احنا شايفين المية خفيفة جدا بتاعتها اهو، علشان ما فيهاش ولا نشا ولا رز. انا بحبها كده بطعمها بفوائدها بكل حاجة فيها زي ما هي. هنعمل ايه بقى؟ هنسيبها لغاية لما تبرد خالص، يعني هنقفل عليها النار ونسيبها لغاية لما تبرد خالص خالص. بصوا بقى تقلت ازاي وبقت جميلة اهي. هرجعها بقى تاني على النار وابتدي اشتغل فيها. اول حاجة هحط لها السكر حسب الرغبة، كل واحد يحط زي ما هو عايز. انا بدأت بكوبايتين سكر، وبعد كده ابتديت ادوق بقى واشوف انا عايزة ازود ولا اقلل، يعني براحتكم بقى. وما ننساش ان احنا لسه هنحط اللبن، يعني عادي لو حطيتيه السكر ولقيتيها مسكر شوية، اللبن برضو لسه هيقلل السكر معاكي. بعد كده جبت شفشق الخلاط ومليته من البليلة اللي عندي في الحلة وضربته مرة، وبعد كده رجعت تاني اخدت نص الشفشق وضربته برضو مرة تانية. وده الفرق بين البليلة والعاشورة يا بنات، علشان العاشورة بيكون طعمها كده احلى وبتكون اغنى كده من البليلة واتقل منها. ده اللي بيتقلها ان احنا بناخد شوية بليلة نضربهم في الخلاط بالشكل ده اهو. بعد كده هحط اللبن. انا حطيت 2 كيلو من اللبن، بس حطيتهم كده كوباية كوباية. وبعدين جبت كيس كريم شانتيه اللي هو دريم، ده اللي هو يعني مش كريم شانتيه خام، لا كريم شانتيه دريم، علشان عليه فانيليا وسكر، ويعني هو بحاجته كده زي ما هو علشان ما احطش عليها فانيليا. وقلبته كده في شوية لبن، وبعدين حطيته على العاشورة بتاعتي بالشكل ده. هديها تقليبة بس كده. بصوا هي لسه خفيفة اهي. ايه بقى اللي هيتقلها؟ لما اللبن يبدأ يغلي هتشوفوا القوام هيتغير تماما، ومن غير نشا هو ولا رز ولا اي اضافات اهو. بصوا هي كده ابتدت تغلي. بصوا بقى تقلت ازاي، ولسه هتتقل اكتر طبعا. هي كده خلاص تمام. انا هقفل عليها النار وهسيبها تهدى كده شوية، وبعدين ابتدي اغرفها. اللي عايزها اتقل من القوام اللي كان في اول الفيديو يقدر يحط نشا براحته عادي، هي اذواق، لكن انا بحبها كده. هغرفها بقى وارجع لكم. شايفين بقى شكلها تحفة ازاي؟ طبعا التزيين اللي على الوش ده كل واحد وذوقه،
اللي بيحب يحط جوز هند وزبيب ومكسرات يحط براحته، انا ما بحبهمش فحطيت هنا على الوش كنافه محمره، وكان عندي بسبوسه فحطيت قطع بسبوسه. بس طعمها بجد وهمي جدا جدا جدا، جربوها وباذن الله هتعجبكم قوي. ما تنسوش بقى اللايك يا بنات والشير، واللي اول مره يشوفنا يعمل سبسكرايب للقناه. باي باي.